ايه رايكم بقى؟ ماشي براحتي على الكورنيش، على البحر دلوقتي. ماشي على 20. الثوره موقفه الطريق. ايه رايكم بقى؟ ولا حد بيزمر لي، ولا حد بيقول لي في جنب انت واخد الطريق لوحدك، ولا واحد بيقول لي مين اللي اداك الرخصه. ماشي براحتي خالص اهو، عايش حياتي. يا سلام، والله الايام دي بتفكرني بحظر التجوال. كنت برضو بنزل الشارع لوحدي كده وبرطع لوحدي، تحس ان انا ابن رئيس الجمهوريه. امال ايه؟ شايفين؟ ايه رايكم؟ ده حتى الناس اللي نازله تتفرج على الناس اللي بتعمل ثوره ما نزلوش، وده الجديد بقى. اقسم بالله المصريين فشخوا المنطق. استنوا مضي غيار عشان عربيتي مش اوتوماتيك. ما احنا عايزين نعمل ثوره عشان نجيب عربيه اوتوماتيك. ايه ده؟ انا حاسس ان انا ماشي على الدولي. يا جماعه في ايه؟ اكتر عربيات قابلتني في البلد النهارده عربيه الشرطه، المدرعات. يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوه بصوت ابو النجا. كان اسمه ايه؟ كان اسمه ها؟ كان راجل اسمه ابو النجا، ده كان اسمه ايه؟ اللي كان بيقول يا حلاوه. مظهر ابو النجا. يا سلام على البلد وجمالها. بالله عليكم يا شعب مصر، انا عايز كل يوم ثوره. بصوا، انا عايز ثوره حتى النصر. يبقى كده انا ضمنت ان انا افضل ماشي في البلد بالمنظر ده كل يوم، ابرطع لوحدي. انا وشويه الناس الجمال دول اللي ماشيين مش عارف رايحين فين دول. هو في حظر تجوال اعلن وانا مش واخد بالي؟ ده يمكن دلوقتي في شويه ناس ماشيين. ده بعد الصلاه اخدت عيالي عشان انزل اتفرج على الثوره في الشارع، اقول لهم الثوره يا اولاد عشان تبقوا شفتوا ثوره. ما لقيتش حد في الشارع الا انا وعيالي. انا واولاده فقط. عارفين اليافطه اللي بتبقى مكتوبه على المحلات فلان المعلم برعي وولده محسن؟ انا كنت انا بقى واولادي. العيال بيقولوا لي انت بتكذب علينا يا بابا، فين الثوره؟ طب بذمتك انت وهو ينفع اطلع كذاب قدام عيالي؟ والله العظيم عيب. طب بالله عليك، طب انا يعني انا عايز اجر 10 كده ينزلوا يعملوا اي حاجه عشان ابقى شكلي حلو قدام عيال، اقول لهم اهو يا اولاد بتكذب علينا يا بابا. شفت اهو. انا اسف يا ابني، حقك عليا، مش هعملها تاني يا ابني. انا اسف يا ابني، انت كمان انا اسف. هو والله يا ابني اللي ضحكوا عليه، اقول والله يا ابني انا ما كنت مصدق، والله انا ما كنت مصدق ان في لا ثوره ولا بتاع وكلام فارغ وخراب. ايه خراب؟ ثوره ايه وخراب ايه ونخرب البلد؟ مش كفايه ثوره يناير 2011؟ كفايه خراب، حرام عليكم. ما صدقنا جبنا بطل مغوار يحكم البلد. عايزين تعملوا ايه في البلد وتجيبوا الاخوان الارهابيين؟ الواد اتخض. معلش يا ابني، عايزين تجيبوا الاخوان الارهابيين يحكموا البلد من تاني ويدمروها، وما نلاقيش بنزين وما نلاقيش كهرباء، ويرموا اسمنت في البلاعات واسكندريه تغرق. اتقوا الله يا شعب، انا فخور بيكم يا شعب مصر انكم ما نزلتوش النهارده. الناس مفكره ان انتوا جبنه. لا ابسولوتلي، انتوا خايفين على مصلحه البلد. مصر ما تتكلم عن مصر، تتكلم بأدب. بمناسبة الكلام، تتكلم على الزعيم، القائد، الذكر مرتضى منصور، وناشد أصغر رجل قانون قاعد على منصة في مصر. شغلني معاك يا ريس، وحياة أمك يا سيادة المستشار شغلني معاك. أنا بتكلم بجد على فكرة، شغلني معاك يا ريس. انا سمعتك قبل كده بتقول انا نفسي احكم مصر 24 ساعه. انا عارف انك هتحبسنا كلنا، بس انا معاك، ونعمل موقع الجمل تاني. الشعب ده يستاهل كده. يا استاذ مرتضى، يا سياده المستشار،
انا سامع ناس اليومين اللي فاتوا بيقولوا ان انت الحكم هيتنفذ عليك. الناس دي مخابيل، الناس دي ما يعرفوش شيء. انا نفسي اشوف مخزن السيديهات اللي عندك قد ايه. انا حاسس ان انت واخد نص البلد مخليها سيديهات تحت الارض. انا معاك يا سياده المستشار، شوف لي شغلانه معاك. شايفين بذمتكم انجاز ده ولا مش انجاز؟ اهو ده اللي كان ورا، لسه مقابله ورا من شويه لقيته تاني قدام. انجاز ده ولا مش انجاز؟ وتقولوا لي ثوره؟ ده انتوا شعب مفتري، فرعون فرعون. تقول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر الوطن. في حاجه ثالثه بتتقال. السلام عليكم.